السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه حبايب قلبي؟ اهلا بيكم معانا في يوميات رؤية ويحيى. النهاردة ان شاء الله انا جاية لكم بوصفة، يا رب يا رب ان شاء الله الكل يستفيد منها. بستخدمها في تلميع الألمونيا، الأحواض، بنظف بيها الأرضيات، بطهر بيها الرخامة، بلمع بيها الألمونيا، بغسل بيها المواعين. بصوا مش هنخلي حاجة مش هنعملها. طيب يا ستي، الوصفة عبارة عن ايه؟ قشور الليمون طبعا كلنا بنرميها. انا واحده من الناس، انا كنت برميها، ما كنتش اعرف الكم الفظيع من الفوائد اللي انا ممكن اعملها بيها. بجيب قشر الليمون، سواء بقى انا مجمعاه مثلا عندي في الفريزر. كنت يعني انا اخر مره دي كنت جايبه كيلو ليمون هفرزه، فاخدت القشر بتاعه، لان انا الحمد لله دي تالت سنه بعمل المعجون ده. كنت اخدت القشر بتاعه كله بتاع كيلو الليمون، قلت هسيبه عشان اعمل بيه الوصفه. سلقت الليمون، بحط بس شويه ميه على الحله وبابتدي إن أنا أسلقه. ت يعني بُصّي سيبيه بقى على قد ما تقدري، لحد ما تمسكي الليمونة كده تحسي إن الليمونة مهرية. بُصّي الليمونة في إيديّا عاملة إزاي، القشرة بتاعة الليمونة تبقى مهرية. أنا باحطه بالبذر بالقشر بكل حاجة، ما باشيلش منه حاجة، يا دوب باعصر الليمون وباخد بس القشر بتاعه. بابتدي إن أنا أرفعه على النار وأسيبه يتسلق راحته. باغطيه كده واسيبه لحد ما يبرد خالص. كده ده انا عندي الليمون هنا برد خالص اهو. بس اهم حاجه اتاكدوا يا جماعه ان القشر استوى. يعني بصي الليمونه في ايدي عامله ازاي، القشر بيتقطع في ايدي اهو من غير اي حاجه، عشان ما يأذيكيش ولا يبوظ لك الخلاط، وكمان الوصفه معانا تنفع. كل اللي انا هعمله هنا ان انا هبتدي اضربه في الخلاط. البطل معانا النهارده الخلاط بتاعنا. طبعا حطي واحده واحده، حطي حبه حبه وزودي ميه عشان الخلاط بتاعك برده ما يتأذاش. بص انا هنا ضربته اهو. هبتدي ان انا افضيه في كروانه، في اي بوله عندك بقى، كروانه، بلاستيكه، اي حاجه. المهم بس تكون حاجه بلاستيك عشان التفاعل اللي هيحصل معانا. تمام. انا هنا هضرب الكميه كلها اللي معايا كله، بس اهم حاجه زي ما قلت لك، حطي عليه شويه ميه. حطي شويه ميه عليه عشان ما يأذيش الخلاط بتاعك. تمام. انا هنا اهو ضربت الكميه كلها. كل اللي هحطه دلوقتي، هحط فنجان الخل العادي بتاع المطبخ بتاعنا. هحط عليه فنجان خل، وهنشوف هنحط مع بعض ايه تاني. انا بحط فنجان صغير او كوبايه صغيره، مش شرط اللي هي الكبيره ال 200 مللي دي. اهو بصوا هوريكم شكل الكوبايه اللي انا هحطها اهي. مش شرط الكبيره ال 200 مللي هحطها. والبطل التاني معانا النهارده الكربونات يا جماعه. الكربونات طبعا كلنا عارفين فوائده في التنظيف عامله ازاي. بجيب ب5 جنيه كربونات وب5 جنيه ملح ليمون. الخل لما حطيناه طبعا ما عملش تفاعل او حاجه. بصوا بقى اول ما هنبتدي نحط كربوناته، دي اسمها بيكربونات الصوديوم او كربونات. انا بقول للراجل عايزه ب5 جنيه كربوناته. هنا حطيت اهو كربوناته، وهبتدي احط عليها على طول ملح الليمون. لا اكتر ولا اقل، ولا ديتول ولا كلور، بلاش، عشان حاجات التفاعلات بتاعتها ايه، ما تاذيش صدرك او تاذيكي في ايدك وانت بتعملي. حاجات كلها طبيعيه، ولا هتعمل لك بقى تحسس في ايديكي، ولا هتاذيكي، ولا هتاذي مناخيرك ولا صدرك ولا. يعني انا واحده من الناس، طبعا انا عندي حساسيه جيوب انفيه وحساسيه صدر، فما بستحملش الحاجات اللي هي بتاعت الباور بتاع الدهون وقار الدهون والحاجات دي، ما بستحملش. شايفين الفوران؟ طبعا انا هنا لقيتها هتفور مني خالص بقى، فخفت بصراحة. هقسمها على حاجة تانية. يعني هحط الخليط ده على حاجتين اهو. الحلة اللي انا كنت سالقة فيها الليمون، مش كتر مواعين بقى، الحلة اللي انا كنت سالقة فيها الليمون اهو. قسمت الكمية على 2. كل ما هتقلبي، يعني انا بنصحك بلاش تقلبي، انت مجرد ما تتاكدي ان انت دوبتي الكربونات وملح الليمون مع بعض في قلب الليمون، خلاص وقفي تقليب. لان انا هتشوفوا معايا هنا، كل ما هتقلبي كل ما الفوران هيرجع يشتغل تاني. بصوا، وهتلاقوها بتعلى لفوق كده وبتفور معاكي. فانا خلاص انا هنا قلت مش هقلب تاني، بس انا بتاكد ان الكربونات وملح الليمون دابوا مع بعض كويس اهو. بصوا المعجون بقى عامل ازاي. تتاكدي برضو ان انت ضرباه ناعم. هنا بقى هتفور معايا بطريقه، بقلبها اهو. معرفش ان هي هتفور كده، انا قلت الم كده الجوانب بتاعتها بكله عشان اتاكد ان الخلطه كده تمام خلاص. لقيتها عماله تفور في ايدي. كل ما اقلب كل ما هتفور. بصوا، بصوا شايفين الفوران عامل ازاي. تخيلي بقى الفوران ده لما ينزل عندك على دهون، ولا على بوتاجاز، ولا على حوض. هنشوف، انا هجرب معاكم كله عملي. بخزنها بقى، يا اما العلب دي، اي علب بلاستيك عندك. انا العلب دي طبعا بتاعت الجبنه والبقاله واللبان والكلام ده ما برميهاش، بستخدمها لكذا استخدام يعني. سواء احط فيها بقى جبن، احط فيها بواقي اكل، هحط فيها حته كيكه عاملاها. عبيتهم هنا في العلب بتاعتهم. بنحفظهم ازاي؟ انا بحطها في التلاجة من تحت، او في الحافظه بتاعت التلاجة اللي هو الرف اللي تحت الفريزر على طول.
بطلعها على الاستخدام على طول. عندك بقى شويه غسيل هتنقعيهم قبل ما تحطيهم في الغساله، حطي عليهم شويه. في غسيل المواعين بحط شويه على صابون المواعين. وانتي بتدعكي بوتاجاز، وانتي بتدعكي حوض، بعد ما بتكنسي الارض كده وتمسحيها، حطي معلقه كده في الميه بتاعه المسح. بتنضف وبتطهر وبتعقم. الخل طبعا من المعقمات. انا كمان بعمل بيها الرخامه. بصوا مفيش حاجه مفيش حاجه فعلا ما بعملهاش بالمعجون ده. الحمامات باحط منها حتة معلقة كده في قلب السيفون بتاع الحمام. تخيلي كل مرة تشدي السيفون هتشمي ريحة الليمون وريحة النظافة. الرخامة عندي مثلا هعجن عليها او هعمل عليها ايه، عايزة اطهرها. بعد ما بمسح الرخامة كده، بعد ما بغسل المواعين وامسح الرخامة، اروح حاطة منها حتة برضو ومسحة بيها الرخامة، مجرد شطفة بعديها او حتى مسحة بالقماشة بتاعتك خلاص، او بالفوطة خلاص الرخامة بقت معاكي زي الفل. بدعك بيها الحنفيات، السيراميك، الدهون. مفيش حاجة ما بعملهاش بالخليط ده. ولا بقى بجيب منظفات غالية، ولا بجيب حاجة للدهون، ولا. هو ده اللي غناني عن كل حاجة بصراحة. انا بسميها معايا المعجون المعجزة. بصوا هنا هنجربها مع بعض في قلب الحوض اهي. انا هاخد حتة بس مجرد على الليفة بتاعة الحوض كده، واحط عليها شوية صابون. انا طبعا بحطها برضه على صابون المواعين. بصوا هنا اهو، هحطها في الحوض، وهحط يا دوب عليها سنة ليمون. واتفرجوا على اللمعان والنظافة اللي هتبقى في الحوض هيبقى عامل ازاي. انا هصوره لكم برضو. شفتوا انتوا الصورة طبعا في اول الفيديو. بتدي لمعة لحظية في ساعتها وانت واقفة هتشوفي النتيجة وانت واقفة. بلمع بيها الحنفية، بعمل بيها زي ما قلنا الرخامة. في الغسيل حلوة جدا، في الغسيل بالذات الغسيل الابيض. طبعا انا عشان الكلور طبعا ما بستخدمهوش برضه، عشان جلد اولادي عندهم حساسية. بصوا الحنفية عملت ازاي يا جماعة، شايفين اللمعة بتاعت الحنفية. بصوا الحوض. عايزة بقى منظف ايه اقوى واجمد وانضف واضمن من اللي احنا عملناه ده. لا حاجة هتعمل لك حساسية في ايدك، ولا حاجة هتتعب لك حساسية الجيوب الانفية، ولا حاجة هتهيج عليكي صدرك خالص خالص. بصوا الازاز، بصوا الكوباية اللي غسلت بيها، دي الكوباية اللي كان فيها الخل. بصوا الكوبايه لما اتغسلت بيها. ولا تقولي لي بقى زفره في المواعين، ولا تقولي لي الازاز مطوص، ولا الالومنيا مش عارفه فيها ايه. ما شاء الله ما شاء الله بجد ما شاء الله. لو استفدتي بالفيديو ده، اعملي لاختك اشتراك، واعملي لي لايك على الفيديو، وهستنى رايكم في التعليقات. ويا ريت اللي يجربوا اللي يعملوا ويجربوا يكتب لي في التعليقات يقول لي ايه رايه. دول طبعا انا بحطهم في التلاجة وبسحب بقى على قد استخدامي زي ما بقول لكم. معلقه في الصابون حطي، معلقه على صابون المواعين حطي، في المسح بتاع الارضيات. اتمنى يكون الفيديو عجبكم النهارده. لو الفيديو عجبك النهارده اعملي لي لايك، واعملي لي اشتراك، وفعلي الجرس عشان يوصل لك الفيديوهات اول باول. واتمنى النهارده ان شاء الله ان انتوا تستفيدوا بالوصفه دي.